بصوا يا جدعان، هما المصورين اتفقوا علينا ولا ايه؟ يعني كل ما اقول اتصور صورة حلوة الاقي نفسي طالع كأني في اخر مشهد في حياتي. فين الضحكة؟ فين البسمة؟ فين الصورة اللي بتحطها على بروفايلك والناس تقولك يا سلام دي صورة مبهجة؟ انا بقيت لما احط صورة الناس تبعتلي مالك يا ابني فيك ايه؟ يا عم انا كنت مبسوط بس المصور قالك تقب شوية علشان الصورة تطلع صادقة. ليه يعني؟ لازم ابقى واقف في نص الشارع وماسك حيطة وباصص في السحاب ووشي باين منه 3% بس؟ هو أنا في كليب لتامر حسني ولا إيه يا عم؟ ويا سلام بقى على المصور اللي بيطلع الصورة أبيض وأسود، أول ما تشوفها تحس إنك مولود قبل النكسة ب4 أيام. فين الألوان يا عم؟ فين الفرح والأمل؟ مفيش، كله ضلمة وعتمة وسواد قلب. وسؤال بجد هنا، ليه كل فوتو سيشن لازم اتصور مع حيطة مهدومة؟ يعني مفيش حيطة سليمة في البلد؟ هو انت كمصور ما بتحسش انك بتتصور في مكان مكتئب؟ ولا دي بقت موضة؟ حيطة متبهدلة زائد واحد مكشر يساوي فن. وانا بقى بقيت افتح صوري الاقي نفسي ماسك وردة ميتة وباصص في الارض لابس حاجة غامقة وفي حمامة طايرة ورايا. طب انت عايز توصل لايه بالظبط؟ عايز توصل للناس ان حياتي خلصت وانا مش واخد بالي؟ والمصيبة مش هنا، المصيبة ان الصور بستلمها بعد سنة كاملة يا مؤمن. انا نسيت ان انا عملت فوتو سيشن اصلا، لقيت الصور جاية قلت ايه ده؟ هو انا كنت في جنازة ولا ايه؟ طلع لا دي صوري. ده انت نسيتني كمان ان انا عملت سيشن اصلا. يا عم صورني وانا بضحك وانا بشرب حاجة ساقعة، صورني في النور، صورني بحياتي. ما تصورنيش كأني جاي ياخد عزا وفي الاخر تبعتلي الصورة وتقولي دي حكاية يا معلم. حكاية ايه؟ هو انا كنت بعيط ولا كنت بعمل فوتو سيشن؟ المهم لو انت كمان اتصورت وطلعت في الصور كأنك خارج من خناقة نفسية واستلمت الصور بعد سنة لما نسيت نفسك، اعمل لايك وابعت الفيديو لصاحبك المصور وقول له صورني وانا مبسوط وابعتلي الصور وانا لسه فاكر ان انا اتصورت اصلا.